الكشك الخضراء على الطريقة الشامية ولا أطيب منها، تغمسوها الصبح بخبزة سخنة وجنبها كاسة الشاي على الفطور. بالبداية رح استخدم نص كوب من البرغل الناعم، بزيد من فوقه ضعفين الكمية لبن، وهي الطريقة الأصلية. لكن إذا كنتم مستعجلين وحابين تخلوا حبات البرغل تفتح معكم بسرعة، بدلوا اللبن بالحليب، بنقلبه كتير منيح وبعدين بنتركه لحتى تفتح حبات البرغل على راحتها. بعد مرور تقريبا نص ساعة زي ما انتم شايفين شربت كل كمية السوائل اللي بقلب اللبن، وهذا هو القوام اللي بدنا اياه. الحبات مفتحين ما فيهم ولا قرشة ومتماسكين. لحتى هاي الخطوة انتم فيكم تاخذوا الكمية اللي بدكم اياها والباقي تحطوه بالفريزر تستخدموه وقت الحاجة. اخذت جزء منها وزدت عليها لبنة، طبعا معيار اللبنة هذا بيرجع لكم، بتحبوا تكتروا او تقللوا حسب كيف بتحبوا سماكتها. لها بصل اخضر مفروم، فيكم طبعا تستخدموا البصل الابيض العادي وجوز مفروم كمان. نختمها بشوية زيت زيتون، وهيك بتكون وصفتنا جاهزة. زينوها او شكلوها باي قالب انتم بتحبوه. انا شخصيا حبيت ادلعها، حطيت لها رشة من النعناع اليابس، شوية مكسرات، زيت زيتون، بصل اخضر، ورشة سمسم. دلعوها ليش لا، مو غلط. صحة وعافية، وبشوفكم وصفة جديدة.